اسمه ديفيد بن صهيون، مستوطن متطرف وأكيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيناشد علنا بمحو كل القرى العربية وقتل كل إنسان فلسطيني. هو أول من روج لكذبة حماس تقطع رؤوس الأطفال. The cartels of children, the cartels of women. كذبة نشرتها أهم الصحف. And you're saying 40 babies, dead babies. 40 babies at least. كررها حتى رؤساء الدول. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. بدون ما يكون في عندها أي أساس. كيف بدأت القصة؟ ديفيد استضافته هاي الصحفية الألمعية، الشاهد اللي ما شافش حاجة، راسلة الشرق الأوسط، صحيفة الإندبندنت البريطانية المحترمة، نقلت أكبر كذبة بلا مصدر. بدي أجرب أتصل عليها الآن. I'm looking to speak with Beltrou. Is this Beltrou herself? I'm Mona Hawa, a Palestinian journalist and activist. I want to inform you that I'm recording this call for publication. Did you witness any of the alleged incidents where Hamas beheaded children? Are you aware that what you did has been used to legitimize and led to the killing of more children in Gaza? I'm really sorry. I can't comment. I'm really sorry. Why? I need an answer. Hello? سكرت الخط. لاحظتوا كيف صوتها مليان رعب وخوف؟ وبعد أكثر من يومين من الضخ المتواصل للكذبة، حماس تقطع رؤوس الأطفال. Babies and toddlers were found with their heads decapitated. There are bodies everywhere. تحقيقات صحفية لاحقت الخبر وتم التأكيد هذه مجرد كذبة أخرى من أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي. هون بدأوا الصحفيين اللي نقلوا شهادات جيش الاحتلال يعترفوا إنهم ما شافوا شيء. البيت الأبيض نفسه اعترف إنه بايدن كمان ما شاف شيء، بس الفيديوهات ما زالت موجود. واحد منهم صار واصل لأكثر من 27 مليون مشاهدة وما حذف. بس شو الهدف من نشر الأكاذيب رغم إنهم عارفين إنها مجرد كذبة؟ إسرائيل عم تعمل مثل ما بالضبط النازية كانت بتعمل. وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز كان بيقول إذا كررت الكذبة أكثر فأكثر ستصبح حقيقة. إسرائيل تصنع الكذبة، مشاهير العالم بيكرروها، الصحف بتنشرها، رؤساء الدول بيأكدوها، وبعد ما تنتشر وتصل لكل الملايين بيعترفوا إنها كذبة. تكرار مستمر للأكاذيب، سيرك تهريجي كبير لتشويه القضية الفلسطينية، وكل إنسان